السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أخوكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. النهاردة يا جماعة عاملين فيديو مهم جدا جدا عن الخصوبة أو قلة التلقيح في الأرانب بالذات في الفترة ديت. هنتكلم في الموضوع ده يا جماعة، هنقول كل الأسباب في الفيديو ده. بس يا جماعة قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت اللي ما بيسمع الفيديو وما بيعملش لايك يعمل لايك، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. يا جماعة اللايك عشان المشاهدات بتاعت القناة بدأت إن هي يعني مشاهدات مش مجدية، فاحنا عاوزين الفترة الجاية ديت نعمل لايكات للفيديو، واللي يقدر يكتب يصلي على النبي في التعليق او يكتب اي تعليق. طبعا لازم ان هو يعمل التعليق عشان الفيديو ينتشر لاكبر عدد ممكن من الناس ويجيب مشاهدات. اول حاجة يا جماعة قبل ما نبدأ نخش في الموضوع على طول زي ما عودناكم، سبب من اسباب نزول الخصوبة وهو سبب رئيسي ان الارنبة انت ما بتراعيش الارنبه بتاعتك في الفتره من قبل الولاده ب5 ايام لحد بعد الولاده ب10 ايام. الفتره دي يا جماعه هي الفتره اللي الارنبه بتكون فيها محتاجه للمراعيه، عشان طبعا الارنبه بتكون الاكله بتاعتها ضعيفه، فطبعا لازم ان انت تجيب لها بدايل للعلف، او لما تلاقيها جلت معاك في اكل العلف تبدا ان انت تديها نص ربطة بقدونس، تديها مثلا لو موجود عندك برسيم تديها اي حاجة خضراء، ورقتين خس اي حاجة، بحيث ان الارنبة يا جماعة حاجة تكون سهلة الهضم عليها، بحيث ان الارنبة ما تبدأش ان هي تقطع اكل او الاكلة بتاعتها تقل، عشان الارنبة ما تخسش في الفترة دي. لان الارنبة لو خست في الفترة ديت ده سبب رئيسي من اسباب قله الخصوبه. هتلاقي الارنبه مسلسله وما عادش بقى فيه خصوبه ولا عاد رضاعه ولا اي حاجه، هتخلي الارانب اللي عندك دي ضعيفه، والرضاعه عندك هتبقى مش تمام، والخصوبه عندك هتبقى مش تمام. يعني لما نبص يا جماعه بسم الله ما شاء الله، دول ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ارانب اهمت. والحجم يا جماعه برضو بسم الله ما شاء الله، الارنب يا دوبك لسه ما فتحش اهوت. وشايفين برضو حجم الارنب بالنسبه لعدد الارانب، حجم الارنب ده مثالي يا جماعه بالنسبه لعدد الارانب. طبعا ده كله يا جماعه بيرجع لصحه الام معاك، شعره الام بتلمع، الام وزنها كويس، ظهرها مش مسلسله، الام ان شاء الله تبدا ان هي تلقح معاك على طول وتشتغل معاك على طول. طيب الام لو ضعيفه اول حاجه هتبص على الخلفه الصغيره ديت هتلاقيها ضعيفه. تاني حاجه هتيجي تلقح الام مش هتبدا ان هي ما تلقحش معاك. تالت حاجه هتبدا ان الام دي يا جماعه هتبقى عرضه للامراض، مش كفايه ان هي ما بتلقحش كمان، لا هتبقى عرضه للامراض. هيجي لها مثلا شويه برد، هيجي لها جرب، هيجي لها التهاب ضرع، اي حاجه اي حاجه، لانها ما عندهاش مناعه، المناعه بتاعتها ضعيفه لانها ضعيفه. تاني سبب يا جماعه من اسباب نزول الخصوبه برضو هنتكلم عليه، لو الارنبه عندها اي مشكله مرضيه. يعني الارنبه مثلا لو عندها التهاب ضرع او عندها التهاب عرجوب او عندها تصمغ او عندها اي مشكله او عندها حتى جرب، هتبدا ان هي طبعا تفقد الخصوبه بتاعتها. تالت حاجه يا جماعه، ودي حاجه مهمه برضو في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها، لو الارنبه عندك وزنها كويس والدنيا مظبوطه وتمام التمام، والارنبه عندك مش قابله تلقيح، ودي حاله عامه عندك في الارانب، ممكن يبقى عيب علف، فلازم ان انت تعوض العلف عندك بالهي سيلينيوم 1 سم على كل لتر ميه 3 ايام ورا بعض، وتبدا ان انت تلقح الارانب، او ثنائي فوسفات الصوديوم برضو هتستعمله زي ما البيطري يقول لك. فطبعا لازم ان احنا نشوف في الفتره ديت، لو ما عندكش لو الارنبه عندك مش مسلسله، لو الارنبه عندك ما عندهاش اي امراض، يبقى طبعا زي ما قلت لك هتحط 1 سم هي سيلينيوم على كل لتر ميه لمده 3 ايام ورا بعض، وتبدا تلقح الارانب ان شاء الله تلاقيهم جبلوا معاك تلقيح مفيش اي مشاكل. بكده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.